جلاش محشي بسبوسة. بصراحة يا جماعة الوصفة دي في قلبي كده وبحبها كتير جدا عن الجلاش المحشي كنافة أو محشي مكسرات، لأن في حد ذاته طبعا البسبوسة بيكون أطعم بكتير، بس كتير جدا مننا بيكسل يعملها علشان بيضطر يعمل بسبوسة مخصوص. لكن إن شاء الله النهاردة أعملها معاكم بأسهل طريقة وبخطوة واحدة بس، ومن غير ما نسوي لها بسبوسة مخصوص. وكمان هقولك على مشكلة العصر اللي الكل بيشتكي منها، وهي ازاي تخلي السيرب ما يسكرش معاكي ويكون مظبوط جدا. لو انتوا بتشوفيني لاول مره، انا اسمي رشا النشاوي. يا ريت ما تنسيش تعملي لايك وشاركي الفيديو وتشيري لكل اصحابك علشان الكل يستفيد من الوصفه. يلا بينا نسمي الله ونبدا في المقادير. مبدئيا هنا يا جماعه لازم السيرب يكون بارد، علشان كده هنجهزه الاول. هنجيب هنا كوبايتين سكر، كل كوبايه بتكون بمقدار بالظبط بالميزان 200 جرام. كوبايتين سكر وعليهم كوبايه ميه، ونحط عليهم عصره نص ليمونه، ونحط عليهم كمان معلقه كبيره عسل جلوكوز. ده من ضمن الوصفة. عسل الجلوكوز مهم جدا. الخطوة المهمة هنا ان انت لازم تغطي الحلة بالشكل ده، وده هقولك ليه دلوقتي. وبعدين هنجيب طاسة نحط فيها حوالي عن 3 كوبايات دي السمولينا او سميد البسبوسة، وبعدين نحط عليها حوالي من 5 6 معالق سمنة سايحة. طبعا نوع السمنة هنا يفرق معاكي جدا، بتحط سمنة تحط زبدة، لكن يا جماعة بلاش زيت، ما ينفعش زيت يا جماعة في وصفات الشرقي الا الحاجات المقلية بس. طبعا لو انت السمنة عندك مسايحة هتحطي معلقة كبيرة هرمية. تمام. هنحطها على النار على الهادي، لازم مع التقليب المستمر بالشكل ده زي ما انتم شايفين لحد ما يبقى اللون البسبوسة لونها اصفر ذهبي او زي لون الرمل بالظبط، مع التقليب المستمر طبعا على نار هادية خالص علشان ما يتحرقش منك. شايفين يا جماعة البخار اللي طالع على غطا الحلة ده بينزل على جوانب الحلة كده، فبينزل يخلي السيرب ما يسكرش. دي حلة الشربات او حلة السيرب، ده سر من اسرار اللي يخلي السيرب ما يسكرش معاكي زي ما انت شايفة كده بالظبط. عشان كده قلتلك لازم تغطيها. هنا بقى خلاص بعد البسبوسه ما خدت لون بالشكل ده، هحط بقى المكسرات اللي انت حباها وهي لسه كده سخنه. حبيت احط كده حوالي عن 3 4 معالق جوز هند. حابه تحط اي مكسرات ده براحتك انتي. وبعدين حطيت هنا حوالي عن تلت كوبايه سيرب، كنت عاملاها عندي طبعا او واخداها من نفس السيرب اللي انا هعمل بيه الجلاش. طبعا بس حاولي ان يخلي يكون السيرب بارد والبسبوسه تكون سخنه علشان اللي نقدر ان احنا نشتغل بيها في الجلاش على طول. بعدين جبت هنا لفة جلاش، واول طبقة طبعا طلعت معايا، اول ورقة طلعت معايا مقطعة مفيش اي مشكلة خالص. المهم ان انا هنا جبت طبقت كده تلت الورقة. بعدين جبت معلقة من البسبوسة اللي احنا عملناها، وهبدأ اظبطها كده مظبوط زي ما انتم شايفين بالسمك اللي انت حباه. وبعدين هلف بالشكل ده زي ما انتم شايفين. حطيت كده نص كيلو الجلاش او لفه الجلاش كلها قدامي، ولا دهنت سمنه ولا زبده ولا اي حاجه خالص. انا بعد ما لفيت الرول بالشكل ده، قطعت الطرف ده بس، ده علشان مقاس الصينيه مش اكتر من كده. جبت هنا الصاج ده مقاسه 30 في 40. لو تلاحظ برضو ان انا ما فردتش ما دهنتش اي مادة دهنية في الصينية اطلاقا. عملت لكم ورقة تانية علشان تاخدوا بالكم، لان الاولى كانت الورقة مقطوعة. جبت هنا طبقت كده تلت الورقة، وبعدين حطيت كمية سميد البسبوسة او كمية البسبوسة، وبعدين هفضل الف بالشكل ده، واشيل برضو الطرف. طبعا انا الجزء من الجلاش ده طبعا انا ما رميتهوش، مش برميه، ده انا حمرته كده في سمنة وتحط عليه السيرب. مش هقول لكم بقى يعني اتاكل ازاي. هحطها برضو بنفس الطريقة وبنفس الشكل. هعمل معاكم كمان واحدة عشان اللي ما خدتش بالها. اهي انا ورقة الجلاش طبقت التلت، بعدين هحط الحشو نفس الطريقة. ممكن تستخدميها برضو لو مكسرات لو كنافة مفيش اي مشكلة، بس طعم البسبوسة صراحة في حتة تانية يا جماعة. بما ان الجلاش بيكون ناشف وكمان الكنافه بيكون ناشفه، فده يكون ناشف وده ناشف كده، فبصراحه انا ما طعم مش هيبقى حلو زي البسبوسه اطلاقا. بعدين يا جماعه خلاص خدت زياده وحطيتها بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. هعمل معاكم كمان واحده بقى اخيره، معلش ان انا بطول عليكم بس عشان اللي مش واخده بالها. انا جبت الورقه وطبقت كده تلت الورقه. انا هنا بشتغل من التلت يا جماعه من الناحيه اللي هي 30 سنتي، لان طبعا ورقه الجلاش بيكون 30 في 40. هفضل الف بالشكل ده الرول لحد الاخر، وهشيل
الطرف ده علشان حجم الصينية مش اكتر، واحطها بالشكل ده واخلص بقى كل الكمية بنفس الطريقة وبنفس التكنيك وبنفس النظام بالظبط كده لحد ما اخلص الصينية. شايفين الرص يا جماعة كلها مقاس واحد سوا واحد، مفيش اي مشكلة اطلاقا. طبعا بتظبطي المقاس حسب الصينية عندك. خلصت الكمية بالشكل ده. هنا بقى النقطة المهمة ان انتي خليط التسمين. خليط التسمين هنا بالنسبة للجلاش يا اما سمنة يا اما سمنة على زبدة. بلاش يا جماعة زيت. الناس اللي بتستخدم زيت في وصفات الشرقي، الزيت ما ينفعش غير في المقليات بس زي ما قلت لكم، زي بلح الشام، صوابع زينب، الحاجات اللي زي دي. لكن جلاش، كنافة، بسبوسة ما ينفعش اطلاقا يا جماعة. هنا خلاص حطيت حوالي عن كوبايه الا ربع. ظبطت كده الوش من فوق دهنته، وبعد كده صبيت الباقي. وبعدين هنا قطعيها بالحجم والمقاس اللي انت عايزاه. انا حبيت ان انا اقطعها، اخدت كده من النص وبعدين قطعتها كمان، يعني حاولت ان انا عملتها من ناحيه 30 على 4 قطع. هنا بقى لو السمنة طبعا جت زيادة عليكي وبعد ما دخلت الفرن وخرجت قبل ما تحط عليها السيرب، صف السمنة مفيش فيها أي مشكلة إطلاقا. زي ما قلت لك نوع السمنة ونوع الزبدة بيفرق معاكي. أنا بالنسبة لي بحب أحط الجلاش بالذات سمنة على زبدة. الزبدة بتدي تيست جميل جدا في الطعم. هنا بقى خلاص بعد ما قطعتها دخلها على فرن ثابت تسخين على حرارة 180، بتاخد لون الذهبي من تحت ومن فوق. لو ما خدتش من فوق بيتشغل عليها الشواية بس على الهادي جدا، وتاخدي بالك علشان يكون اللون موحد من فوق بالشكل ده. طبعا بيكون خارجة سخنة والسيرب لازم يكون بارد. ده شكل السيرب يا جماعة. السيرب لو قعد اسبوع مش هيسكر. طبعا السيرب بعد ما نزلناه من على النار حطينا عليه الفانيليا. بعد ما بيغلي، انا تقريبا نسيت اقول لكم، بعد ما يغلي بتسيبيه 10 دقايق على النار. بحب سيرب الجلاش يكون تقيل علشان يخلي الجلاش يقعد اطول فتره ممكنه. شايفين يا جماعه شكل الجلاش؟ شايفين ما شاء الله اللهم بارك، لونه ذهبي من فوق زي من تحت، ولا ورقه متكسره ولا ورقه متفتفته في ارضيه الصينيه، مع اننا لا دهنا الصينيه ولا دهنا ورقه ورقه وضيعنا وقتنا في ثواني كده. لو عندك عزومه هتعمليها وممكن تبيتيها في التلاجة وتصبحي تسويها تاني يوم ورا الاكل في الفرن كده. وكل سنه وانتم طيبين، وعود عليكم الايام يا رب. شايفين كسرتها البسبوسه من النص، الورقات مورقه، ريحتها مش عايزه اقول لك جايبه لاخر الشارع. جربيها وادعي لي اهم حاجه. طبعا لو انت وصلت معايا لحد هنا فيا ريت ما تنسيش تعملي لايك وشير الفيديو وتشاركوا لاصحابك عشان الكل يستفيد من الوصفه. واهم حاجه تصلي على النبي في التعليقات. وكمان دعوه جميله منك، ويا ريت كمان يا جماعه تدعموني كتير على الصفحه وعلى القناه، لان بصراحه المشاهدات واقعه جدا. وكنت ناوي ان انا ما انزلش فيديوهات، وانا بعتذر عن صوتي لان بصراحه انا تعبانه، وكنت الفيديوهات اللي نزل الفتره اللي فاتت دي كانت فيديوهات قديمه، فانا بعتذر عن التاخير. كده خلاص يا جماعه، يا ريت بقى لايك وشارك الفيديو وتشاركوا لاصحابكم عشان الكل يستفيد من الوصفه، وعشان في وصفات شرقي كتيره جدا جايه في الفتره اللي جايه هنزلها لكم. فيا ريت كده تشجيع منكم ودعوه جميله منكم في التعليق. ان شاء الله نتقابل فيديو جديد بوصفه جديده من وصفات رمضانيه. كانت معكم رشا نيشاو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.